يا صباح الحلويات، جمعة مباركة عليكم جميعا. تحياتي كل الناس اللي تسمعنا، معاكم رانيا سمير. طبعا امبارح انتوا كلكم شفتم صريخ خرتيتة، وشفتم قد ايه ربنا لما بيحب يكسر عبد مفتري وظالم بيكون كسرته قدام الدنيا كلها. وطبعا اللهم لا شماتة، بس انا شمتانة. اللهم لا شماتة لك من الله ما تستحقي، وعليكي ما تستحقي، وانتي بتستحقي اكتر من كده بكتير. برضو لسه اللي جايلك اعمق واقوى. انتي كل اللي انتي شايفاه ده دلوقتي ايه؟ ده نقطة في بحر من اللي جايلك. طبعا انتي كنتي بتحاولي تجري ناعم اول امبارح، من يومين كده ما كنتي على اليوتيوب مع دعاء بخصوص حوار تيا، وانا ما اتكلمتش على اطفال، وانا الفيديوهات دي كلها حبيبتي مسجله لك. هتدفعي ثمن افعالك كلها. كل واحده اتكلمتي عليها ثبتي في شرفها، سواء بلغت عنك او ما بلغتش عنك، هتدفعي ثمن افعالك الوسخه. كنتي بتحاولي تجري ناعم مع ايمان، بس ايمان اللي انت ما تعرفوهوش، ايمان بتاعت دلوقتي غير ايمان الطيبه الغلبانه اللي كنتي ممكن تضحكي عليها بكلمتين. ايمان انت كنتي عايزه تبوظي لها حياتها، بوظت لها نفسيتها في وقت من الاوقات. ايمان لولا لاقيه الدعم مننا كاصحابها، ولاقيه مننا ان احنا ظهر وراها، يمكن كانت نفسيتها باظت بالفعل. لان ايمان غلبانه، مش متوقعه خبث واحده زيك. ايمان برضو مهما كانت ذكيه او بتعرف تدير شغلها كويس، بس في الحوارات دي ايمان لسه عليها كتير على ما تتعلم خبث قذارة شخصيه وسخه زيك. بالمناسبة شفت واحدة اسمها كيتو، العيال جابولي الكومنت بتاعها، بتقول بتاعت بره اللي عملت لأهل التوينز الصور او حد تبعها. تعالي يا شرمة، تعالي ما اقول. اولا التوينز اول ما دخلوا الحوار ده دخلوه في سنة 2019، دخلوه من بدري قوي قبل ما نظهر حتى. التوينز اتشهر بيهم على بيج وزيرة الجدعنة اللي كانت بتاعت خرتيتة بزو. التوينز اتشهر بيهم على جروب خرتيتة بزو قبل ما نظهر خالص، لان التوينز كانوا معاها ولغايه شهر فبراير كانوا معاها. بعد كده لما عرفوا حقيقتها ولما عرفوا حوار النصب بتاع ندى الخولي، قلبوا بقى مع الطرف التاني. التوينز كانوا اصلا معاها، ولما قلبوا بقى مع الطرف التاني بقى مصيرهم زي الطرف التاني، زي ما كانت كده بتشهر الطرف التاني وبتحطهم على صور حيوانات هم واهلهم، كانت برضو بتحط لهم على صور رقصات هم واهله. ماشي، وكل الكلام ده مثبت في الشتات اللي هي بتاعتها اللي خرجت، وخرجناها مليون مره ان هي بتتفق على الكلام ده. زائد بقى يا شرمط، فراس كان دراعها اليمين في التوقيت ده، وفراس لما طلع معايا لايف في 2019 اتكلم في الحوار ده وحوارات كتير، واتكلم قد ايه هي اللي كانت بتعمل الكلام ده. التوينز ذات نفسهم عارفين ان انا ظهرت في 16/6/2019، كان هم متشهر بيهم وبأختهم وبأبوهم وبأمهم، وكان كل الكلام ده معمول محطوط قبل ما انا اصلا اتشك في صباعي كده واكتب الكومنت اللي بسببه دخلت الحوار ده وغرست فيه. ولان انا ست جدعه بعرف الاصول، لما بيحصل حاجه ولما بلاقي الست القذره دي بتشهر بالناس، لا بتدخل، لان انا ست قويه، محدش يعرف يكسرني، محدش يعرف يقول لي كلمه تضايقني، لان ببساطه جدا واثق الخطر يمشي ملكا. ماشي، وانا ست واثقه في نفسها جدا، حد الغرور الحمد لله، واثقه ان انتوا مهما تعملوا ومهما تقولوا تحت شبشبي، تحت اوسخ شبشب كمان. يعني مثلا انا عندي شباشب غاليه جدا برندات تحت اوسخ شبشب الحمام. يمكن والله شبشب الحمام غالي برضه، الشبشب اللي برميه في الشارع. كلامكم وحركاتكم. فيا بنت يا زرطه، مش عشان انت لسه طابله وداخله في الحوار جديد بتزرطي اي كلام. لما تزرطي يا بنت زرطي كلام منطقي، مش كفايه بتهبدوا بالكذب في كل حاجه، لا كمان بتزرطوا كلام غير منطقي. اوبجكشن بجد. المهم نرجع لمرجوعنا. فطبعا كل الناس اللي كانت قديمه في الحوار عارفه كمان حاجه، ان انا ماليش في التشهير بالصور اصلا. يعني انا ماليش ان انا احط صوره عليها حيوانات والكلام ده. البني ادم ربنا كرمه مهما كان هو قذر، انا ما شيلش الوزر ده. ماشي، مهما كان قذر، لان ربنا كرمه.
فبالاولى لو انا كنت عايزه اعمل حاجه زي كده كنت عملت الخرتيته بالزور، لكن انا عمري ما عملت الكلام ده. عمري ما فكرت ان انا اعمل الحركات القذره دي، مش خوفا منها ولا من فكره هحبسكوا انا جايه احبسكوا. تروح تحبس نفسها، تروح تقضي الحبس بتاعها دلوقتي، عماله تهددي في التوينز امبارح هحبسكوا. انت عارفه ان انت لو عديتي من قدام اي اسم كده ممكن تلفقي لهم، ممكن تتبلي عليهم، وانا من موقعي هذا بنبه التوينز خلي بالكم طالما في غدر حصل، وطالما في الحوار بتاع الغدر اللي حصل ده، توقعوا اي حاجه من النكسه دي هي واللي معاها، توقعوا الغدر حتى عندكم. عماله تقولي انك من الصعيد، يا جربوعه يا كدابه، انت مش من جرجا يا كدابه ولا من الصعيد اصلا. انت هتشتغلي لنفسك. اذا كان انت لما رحتي بلغتي عنهم في 2019 كنت قاعده عند مروه اللي انت مسكتي عليها البيجامه الصفراء، مروه اللي انت شهرتي بيها برضو وفضلت لسه معاكي وتعمل اكونتات فيك بيت. اوعي تفتكري ان انا مش عارفه مين اللي لسه معاكي من اللي خرجوا، بس في ناس كده زي بقولك جلدها منحس عشان انت ماسكه عليها مسكات بالهبل. مروه اللي انت خدتي صورتها بالبيجامه الصفراء لبيجي، معلش والله البيجامه الصفراء دي لسه موجوده في الابروف. نيجي بقى لما هي راحت اتبلت عليهم في 2019، عشان انا كنت حاضره الموقف ده. هي لما سافرت في 2019 ولا ليها قرايب ولا نيله، هي سافرت راحت فجأة. كان في الوقت ده المفروض ان هي مخلياني اكلمهم علشان يبطلوا يشتموها، وانا فعلا دخلت كلمتهم، وكان معاهم بنت صاحبتهم جزائريه مغربيه مش فاكره، البنت دي اللي جمعتنا في شات، ودخلت اتكلمت معاهم وتمام التمام وخلاص هيبطلوا. بس طبعا زي ما انتوا عارفين التوينز واحده واحده كده لما بيبطلوا، زي ما عمو محمود ربنا يخليه كده ويديله الصحه، قبل ما يسافر لهم اصلا كان مكلمني في التليفون ومتكلم معايا. حتى انا كنت اليوم ده في برج خليفه، قعدت اتنطط لا دول ما بيسكتوش، دول مش عارفه ايه. يا بنتي يقول لي يا بنتي خلاص انا هسكتهم، والله يا بنتي خلاص العيال دي غلابه يا بنتي. قلت له والله المصيبه ان انا عارفه ان هم غلابه، وحاولت كل ده عشان احاول اخرجهم بره الحوار بتاعنا، عشان هم دخولهم في الحوار اصلا عطلنا في حاجات كتير. فعمو محمود قبل ما يسافر كلمني وقال لي انا لما هروح لهم بتاع دوت هتكلم معاهم عليكي انت اكتر حد، لان هم اوريدي كانوا بالفعل عايزين يصالحوا ايمان ودعاء ماشي، فاوريدي كان سهل جدا يتصالحوا مع ايمان ودعاء عن طريق السوشيال ميديا. فعمو محمود قال انا رايح مخصوص بسبب حوارك انت يا رنا. قلت له ماشي يا عمو، قلت له بس انا بقول لك اهو قبل ما حضرتك تمشي من هنا، هم صعب ان هم يبطلوا يتكلموا مع عليا عشان 1 2 3 4. قال لي لا انا هسكت. قلت له ماشي، ليه؟ لان انا عارفه طبعهم، هم مش بيسكتوا بسرعه، لان انا كل اللي في الحوار ده عشرتهم من قبل 3/4 الطوبه اللي جايه عند خرتك دي. المهم طبعا جيت عمو لما راح هناك ورجع، خلاص المفروض ان هم ما يتكلموش عليا، كانوا لسه فاضلين يتكلموا عليا. تدخل والدهم وتدخلت مامتهم، لان الكلام اللي كان هناك كان داير ان انا جزء من الحوار ده، ان احنا مع بعض، احنا الثلاثه خلاص بقينا اخوات واحنا مع بعض، والحمد لله ما فيش بينا الغل ولا الضغينه ولا في بينا حتى ان احنا نتكلم على بعض من ورا بعض. المهم كانوا بدأوا يتكلموا ببسيط. المهم عمو بدأ يقول لهم ما تتكلموش عليها، عمو باباهم يعني عمو رفعت قال ما تتكلموش عليها وما تجيبوش سيرتها خلاص. وسمعت انا طنط في لايف احنا وعدنا الراجل ان ما تجيبوش سيرتها. فطبعا بدأ كلاب خرتيته تحت يتذمروا، وكانوا بيعملوا بيجيبوا هم سيرتي. هم بدأوا يمسحوا الكومنتات او يمسحوا الاشخاص اللي بدأت تجيب سيرتي كده، هم عداهم العيب واذى. برضو وقتها في 2019 انا كنت داخله معاهم قبل ما تروح تبلغ عنهم بيومين، فما لحقوش. هم كانوا بدأوا فعلا يخفوا يجيبوا سيرتها، وبقيت اقول لهم خلاص ليكوا حق خدوه قانوني، زي ما بقول لاي حد ليك حق خدوه قانوني. بس هي على فكره هي ما بينفعش معاها غير الرقه على قفاها في السوشيال ميديا، لان اما بعد انا اكتشفت اكتشاف خطير ان هي بتستغل اصلا الحوارات دي وتتهمك وتقعد تنكشك ان انت شهرت بيها، وتقعد تشهر بيك انت الاول عشان لما تطلع ترد عليها تفضل تنكش عشان تقولي بصوا ده عملوا لي فيك، بصوا ده عملوا لي بتاع دوت موقع سكس،
بصوا ده مش عارفه ايه، ومني لمولي عشان انا راكبه الميكروباص وبلعب جمباز وراح اجيب المحامي، لمولي علشان انا بكلم وزير المعارف، لمولي. وكل ده يعني انا لما كنت في الوقت ده ما كنتش فاهمه القصه دي، ما كنتش فاهمه ان هي بترمي على قصه الفلوس، ان هي بتقعد تعمل الكلام ده عشان قصه الفلوس. نرجع لكم بقى في 2019 تاني. فطبعا اتفاجئنا احنا بيها، كنا في الشات واتفاجئنا بيها بتقول ايه، انا رايحه جرجه. انا وصلت جرجه اوبجيكشن. المهم ايه، راحت جرجه. راحت فين؟ اللي بتقول لك انا ليا قرايب في جرجه من اصل صعيدي. كدابه يا بنت، انت امك غازيه يا بنت، وفي غازيه اصلها صعيدي؟ انت هتمثل، كان زمانهم قتلوها. انت هتمثلي؟ انت امك غازيه من العرب اصلا، بأمارة هيثم الجندي يا روح امك، بأمارة ان انت يوم لما هيثم الجندي فشخك وطلع ميتينك قمتي مأجره واحد يكلمه، وبعد كده انا اللي مكلمه الشخص ده بنفسي. قال انا معرفهاش ده، بس دي واحده قاعده في الحته الفلانيه وجت قالت لي بيحصل معايا 1 2 3 4. انت لا ليكي اهل ولا فصل ولا اي حاجه، انت كدابه. المهم لما رحت الجرجه، رحتي قعدتي عند اللي اسمها مروه كان عندها اطفال صغيره، خدتي ابنها وطلعتي على القسم. واللي حصل كالاتي: اولا الصعيد او جرجه ما فيهاش مباحث انترنت. الصعيد فيها اسم، ما فيهاش مباحث انترنت. الصعيد عندهم فكرة ان شباب تشتم ست بشعة. هي كمان لما دخلت عليهم قالت لهم ايه؟ ان هم بياخدوا دولارات. استندت على ايه؟ استندت على الحوار بتاع منال عارف، ان هم كانوا مدينهم فلوس بسبب البيدج بتاعتهم اللي ضاعت، اللي كان فيها تحويل الدولارات. هنا البيدج دي اصلا لما ضاعت هي اللي اقترحت ان الفلوس تروح لهم حق البيدج، رغم ان منال عارف لا كانت موافقه ولا حاجه، ويعتبروا نصبوا برضو على منال عارف وادوها ايه؟ ادوهم فلوس مش بتاعتهم اساسا وقتها. المهم هي استندت على كده، واستندت عن الشخصيه التانيه اللي هم كانوا معاها ان هي قاعده بره، واللي هو ايه؟ يبقى هي بتبعت لهم دولارات. وطبعا برضو الكلام ده ما كانش صح. الشخصيه اللي بره ما كانتش بتبعت لهم دولارات، وهم دخلوا الحوار ده ضد خرتيته لما عرفوا حوار ندى الخولي، ولما اتشهر بيهم وباهاليهم مسافه ما بقوا في قلبوا عن الحوار، لان هي خرتيته اللي كانت جايباهم وكانت وعداهم انا هعمل لكم شريط وهعمل لكم اوضه عندي في البيت تيجوا تقعدوا فيها شهر وهعمل لكم كانت ايه؟ معيشاهم في اللالا لاند. وهم زي ما انتم شايفين هم على سجيتهم، على فطرتهم بتاعه الصعيد، دماغهم غير دماغ الحشره دي بجد بامانه الله. يعني هم العيال دي برغم خلافي معاهم وبرغم المشكله اللي حصلت ما بيني وما بينهم، كنت دايما بقول العيال دي مخهم مش فيهم، العيال دي مش بيفكروا، لو سمعوا وفكروا هيفهموا. المهم راحت جرجه. لما راحت جرجه وقعدت عند الضابط وقالت له الكلام ده، قالت له ده ضربوا لي اوردرات ب150,000 جنيه وبتاع دوت، وكانوا بيتصلوا بالمحل ويطلبوا اوردرات، ضربوا لي اوردرات ب150,000 جنيه، وانا صاحبه محلات بيتزا، مش محل واقفه قد كده، ها، واخده الاسم بتاع اهل جوزها هم اللي عندهم المحلات دي وبتاع ده، وانت المحل الوقف بتاعك قبل قد كده عاملاه فطاير حتى من غير جبنه، زي ما العيال بتقول فطاير من غير جبنه. فاللي هو ايه 150,000 جنيه ليه؟ بيتزا هات بيضربوا لك اوردرات اوبجيكشن. ده بيتزا هات يمكن ما بتعملش في يوم واحد 150,000 جنيه في محل واحد. فاللي هو يعني ايه هطل، يعني اي كلام وخلاص. ودخلت طبعا على الضابط بالعيل الصغير اللي هو ابن مروه دي، وانا ست وانا مش عارفه ايه 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 ايه. فالضابط طبيعي في الصعيد مفيش مباحث انترنت، النخوه بتاعت الصعايده قام رايح عمل ايه؟ هوب دبل كيك، راحوا بيتهم وفتشوا الدنيا وقلبوا الدنيا خدوهم. هي فعلا جت وقعدت بقى تقول لك ده حبسوهم، ده عملوا، ده هي مش عارفه ايه، ده مش هيخرجوا منها. العيال بعد 3 ايام او يومين خرجوا من النيابه، مش متذكره بعد كام يوم بالظبط، خرجوا من النيابه وعادي جدا وتحولت لقضيه. وبعد كده خرجوا من القضيه مش زي ما هي بتقول عدم صحه اجراءات الكدابه، لا هي مرتين المحكمه تستدعيها عشان تدلب اقوالها، لان هي لما قدمت الكلام اللي عليهم
ولما قدمت الفيديوهات هم كمان المحامي بتاعهم قدم لهم حاجات، ماشي، المحامي بتاعهم قدم لهم حاجات وقدم لهم الكلام اللي هي كانت بتعمله والتشهير بالناس كل فضايحها. والمحامي بتاعها اصلا كان المحامي بتاعهم كان قاعد جوه الجروب بتاعها وقتها، ماشي، كان موجود جوه الجروب ويشغل حاجات كتير جدا من على جروبها والتشهير في المحكمه. فحتى القاضي قال كلمه، انا فاكره الكلمه دي كويس قوي، ان كان في حد هيتحبس انتوا الاثنين هتتحبسوا، انتوا وهي لازم تتحبسوا، ده مستنقع. وهنا كان الموضوع ايه؟ عشان كده الموضوع خلص وقدموا حوار ندى الخولي، فتعرف ان هي نصابه. المحكمه استدعتها عشان تسمعها اكتر من مره، طبعا ما حضرتش، وده اعتبرته المحكمه برضو اهانه ليها. وهنا خدوا براءه من الحوار بتاعها. ففككم الهري اللي هي بتقوله صحه اجراءات ومش صحه اجراءات، دي واحده كدابه، مفيش الكلام ده. وطبعا بالفعل زي ما كانوا بيقولوا امبارح ومامتهم، هم من ساعه بعد ما خرجوا بيومين 3 بالكتير حصل حوار مارسيل وهيثم الجندي لما راحوا اشتكوها في اسم المنطقه بتاعتها اللي هي المطريه. راحوا اشتكوها هناك، خدوها في الاسم هناك، ودخلت طبعا مارسيل دخلت معاها، بس مارسيل ما باتتش، لان مارسيل هي مشكلتها ان هي دخلت علت صوتها ومش عارفه ايه، فالظباط اتضايقوا. اما هي برضو اللي باتت يومين زيها زيهم بالظبط، سبحان الله، زيها زيهم. وتروق عليها جوه ترويقه صح من واحده كان اسمها شيماء تقريبا، اتروق عليها ترويقه صح. كانت البت موقفاها جنب الجردل اللي بيعملوا بيها في حمام، اللي عامله لكم فيها شبحوله، دي شبحوله على الفاضي، دي شبحوله بس من ورا شاشات. وساعتها طلعوا قالوا ده ما تتشافش، ده لا منظر ولا شكل، دي عامله زي الرجاله، شكلها متحوله. واتفشخت برضه. ما خلي بالكم كل اللي هي بتعيبوا في الناس او بتقولوا على الناس او بتالفوا على الناس فيها. زي الفتره ديت ايه، مطلعه لي قصه المخدرات. ليه؟ هو انا زيك يا وليه اتمسك في محل مخدرات قبل كده؟ لبات انا لما كان بيتقدم لي عريس كنت بقول له انت بتشرب حشيش؟ لو قال لي اه اقول له يلا اوت. بشرب مخدرات ازاي يعني؟ اوبجيكشن. وليه؟ انا بشرب شيشه، ما بشربش الكلام ده. المهم نرجع لموضوعنا. جت طبعا بعد كده خلاص بقى هم رجعوا مع الجنب التاني، وهي فضلت تهبد لغايه لما احنا اللي دخلنا في الحوار، ماشي. انا واللي معايا، احنا كنا كام واحده؟ كنا انا اللي خارجه من عندها، وبعد كده خرج ورايا 5، بعد كده خرج ورايا كل الادمن بتوعها وكله ضم ليا، وبدات الحرب بتاعتنا. احنا روقنا عليها، بمعنى كلمه روقنا عليها، وكل اللي كانوا موجودين في الوقت اللي في الحقبه الزمنيه دي يشهدوا ان احنا اللي طفشناها من الفيس. طبعا التوينز كانوا موجودين وكانوا بيساعدوا باسلوبهم، لان احنا وقتنا اسلوبنا، انا ما كنتش بعرف اشتم زي دلوقتي بصراحه، بامانه الله يعني. كنت بشتم بس برضو مش بشتم زي دلوقتي، بس طبعا اتعلمت بقى ان انا اكون ايه، فشخله في نفسي كده، اي حد يجي على سكتي في شخو. هو كده ما ينفعش معاك، ولا الاشكال الوسخه ما ينفعش معاها الا كده. ناس بتهبدوا علينا بالكذب، بتالفوا، كل ده بتعملوه علشان تبتزوا الناس في فلوس وتاخدوا منهم فلوس وتنصبوا عليهم. المهم بقى طبعا وكالعاده هي قبل كل الحوارات دي واثناء الحوارات دي كانت تقول لك ايه، ده مشهرين بيا، ده عاملين، ده مش عارفه ايه، ده حاطيني على مواقع 6 عشان تلم فلوس وتنصب مني. لما خرج بقى من عندها الادمن بتوعها كلهم اعترفوا عليها، واولهم فراس. وفي لايف ليا انا وفراس حوالي 3 ساعات، اللايف ده مسجل موجود معايا. اللايف ده فراس كان طالع فيه وكان بيتكلم على كل الكلام ده، وقال ان هي اللي كانت بتنشئ لنفسها الصفحات دي عشان تخش تستعطف الناس، وان هم ما كانوش فاهمين فكره النصب اللي هي بتعملها. طبعا هم الادامن اللي كانوا معاها وقتها فعلا كانوا بيساعدوها، وفعلا ما كانوش فاهمين فكره النصب. حتى فراس هم كانوا بيساعدوها في فكره ان هم عارفين ان هي بتعمل الاكونتات دي، قال يعني اخده حق، وان هي بتشهر بنفسها، قال يعني عشان تتهم الطرف الثاني، فالراي العام يبقى مع الطرف ده زي ما هو ما كان مع الطرف الثاني، لان هي كان في هياك حصل عليها والناس فشختها، لدرجه ما كانش بيسيبوا لها حتى جروب ولا اكونت. المهم فطبعا لما بداوا يفهموا ان هي بتعمل الكلام ده، كانوا فهموا متاخر ان هي بتعمل الكلام ده على هدف ان تيجي تقول لهم شايفين ده انا بتشهر بيا، ده انا مش عارفه ايه. ليه بقى؟ لانها كانت هي بتجمع المجاميع اللي هي معاها فلوس في مكان، وتبتدي تستغل فيهم فكره انهم زي شيرين كده، ما بيحضروش كتير، مش شايفين كتير، وتبتدي ايه
تستغل ده، شهروا بيا، ده عملوا، امي يا حبيبتي يا روح قلبي يا غاليه ازاي كده، لا شوفي انت عايزه كام يا حبيبتي عشان المحاميين، طب نقوم لك محامي، تقول لهم لا 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 انا هركب الميكروباص والعب جمباز، انا هتشقلب، انا هاتولي الفلوس بس. وده اللي حصل في 2019. نيجي بقى في 2022 نفس الكلام حصل. هي نفس الشخصيه. النصاب يا جماعه بيكون ذكي. فانت جايه دلوقتي بتقولي موقع 6 معمول لك، كدابه للمره المليون. لا انا ولا عمرو نقدر نعمل حاجه زي كده، لان الكلام ده هنا محجوب وفي الكويت محجوب. دي حاجه. تاني حاجه، هم التوينز عمرهم ما هيعملوا كده، وبشهادتك انتي ان هم عمرهم ما يعملوا اكونتات اصلا فيكم. هم بيطلعوا يردوا زي البربند من الصفحات بتاعتهم، وبيطلعوا يشتموا ويشتموا عادي، اللي هو يعني ايه، بناخد حقنا والطرف التاني بياخد حقه وخلصنا، وعادي جدا. نفس القصه دعاء وايمان، مش هيعملوا الكلام ده ولا يجي في دماغهم. ده كان ايمان لغايه اول امبارح العصر ممكن تتخدع في واحده زي كريمه يعني، فاهمه؟ فاللي هو يعني ايه، محدش هيعمل الكلام ده. نيجي بقى للنقطه الاكثر اهميه. انت ماشيه من الفيس قبل شهر 11 2019، قبل ما انا اسافر الامارات. انا بالظبط بحاربك من شهر 7 2019 لغايه شهر 10 لما فشختك وطلعت ديك ابوكي وخليتك تجري زي الكلبه بره الفيس. وبالقانون كمان، ان انا كنت مجريه وراكي القانون، مجريه وراكي البوليس 3 مرات ياخدوكي كده، مرتين انت وجوزك ومره ايه لوحدك. وبعد كده جوزك بقى يقول ايه معرفش، وكان بيمشي يتلفت في الشوارع وانت عارفه كده كويس، عشان كنت انت عزلتي، وكنت حتى الباقي من الادامن اللي كانوا موجودين معاكي ما كنتيش بتقولي لهم انت ساكنه فين. ولما انا سافرت يوم 14 11 2019 كنت انت اساسا خلاص مالكيش وجود، انتهيتي. كنت انت فراس كان دخل معايا وقتها، وكان طلع معايا لايفات، وكان اتكلم وحكى كل اللي كان بيحصل ما بينك وما بينه، وحكى كل المؤامرات بتاعتك، وانتي فرقعتي الاكونت بتاعك بالصوره اياها وفلقتي وخلصنا منك. كنا فين في 2019؟ ركزوا في الحته دي. الموقع السكس اللي انتي بتجري بيه اتعمل في 2020 لما انتي اختفيتي ورحتي البيجو لايف. شفتك بتقولي ان التوينز كانوا بيطلعوا اختهم وامهم على البيجو لايف، وشفتك بتقولي ان انا وايمان ودعاء بنروح البيجو لايف. انتي كدابه. انتي اللي رحتي البيجو لايف ورا ابو السيد لما راح البيجو لايف، وام حنين راس العجل، ورحتي هناك وحاولتي تعملي الافلام بتاعتك. انا برضو دخلت وراكي انا والناس بتاعتي وطلعنا هناك عينيكي وخليناهم يقفلوا لك خلينا اداره البيجو لايف تقفل لك الصفحات وقتها اللي انت كنت بتطلعي تتكلمي فيها علينا. بعدين هم سابوكي بقى، ما سابوكيش، عملتي حاجه تانية. انت فضلتي هناك واحنا اللي مشينا. احنا كنا داخلين لمهمه محدده انا واللي معايا، ووقتها امان ودعاء ما كانوش موجودين اصلا في الحوار ده في 2019. التوينز فضلوا هناك يشتغلوا على البيجو لايف عشان البيجو لايف منصه بتدخل فلوس، فعادي اشتغلوا بقى، ما اشتغلوش انا ما شفتش بقى بعد كده ايه اللي حصل. بس المواقع دي ان كانت سيئه فانت ما شاء الله اللي عرفتينا كلنا عليها. بس المواقع دي زي ما فيها الخير فيها الشر، وزي ما فيها الشر اكيد فيها الخير، وزي ما فيها شراشر زيك اكيد فيها ناس محترمين زيي وزي ايمان ودعاء. واي حد محترم بيدخل اي مكان بيجبر اللي حواليه ان هم يحترموه، ماشي، لان هو محترم اصلا وبيحترم نفسه. فالموقع السكس اللي انت بتتكلمي عليه بقى ده ظهر في 2020، وفي الاغلب هتكوني انت اللي عملتيه لنفسك، ماشي، لان في 2020 المفروض ان انت ما كنتيش عامله حاجه في حد، وما كنتيش اصلا موجوده في الفيسبوك، فمحدش هيروق عليكي الا لما انت تعملي حاجه. بدأ يتروق عليكي امتى؟ لما بديتي تشهري على الناس على الانستجرام، وبديتي تعملي حركاتك القذرة تاني، وبديتي ترجعي الفيسبوك وتشهري بالناس. فطبيعي ان كل اللي بتشهري بيه هيديكي على قفاكي بتاريخك الاسود. انت قفاكي مليان قذورات، مليان شذوذ، مليان علاقات غريبه، علاقات ما تفهميش العلاقه دي، ما تفهملهاش معنى طبعا. وبعد كده انت لما رجعتي
وكنت غايبه الفتره دي كلها، الموقع ده اتعمل في الفتره اللي انت غايبه فيها. معنى كده مين اللي عمله؟ انت، محدش غيرك. ولما رجعتي صحيح، معنى كلمه حايكه ايه يا ولاد؟ ها معناها ايه؟ حايكه دي ان انا اعرف حياكه خياطه، بس انت بتقوليها في الشتايم. ممكن تقولي لي عشان ابقى اضيفها للقاموس الشتايم بتاعتكم، عشان انت عارفه ان انا ما بعرفش اشتم الا اقول يا ولود يا ولود يا ولود. الحاجات اللي انت بتقوليها التانيه دي حاجات غريبه لا يصدقها عقل. المهم نرجع لمرجوعنا. انت لما رجعتي او انت لما بتيجي تشهري بتبتدي بتشهري وتتخانقي مع مشاهير، عشان طبيعي هم هيخافوا على سمعتهم وهيبتدوا يردوا. انت من النادر جدا ان انت شهرتي الناس ملهمش معنى في الفيس. انت كل اللي دخلتي عليهم كانوا مشاهير وصفحاتهم تقيله. حتى انا في 2019 انت عارفه ان انا صفحتي الاولانيه كانت تقيله اللي كنت بتطلعي بيها عليها، وكنت عارفه ان انا معايا جروبات وكنت هتموتي واديكي جروب، بس طبعا انا ما برمرمش بصراحه. وفي الصفحه الثانيه اللي اتقفلت لي اللي كانت داليا سمير اللي اتقفلت وقتها كان برضو 30,000، فكانت صفحاتي كلها اكبر منك. يعني انا صفحاتي كلها كانت اكبر اصلا حتى من صفحاتك. نفس القصه الضحايا اللي قبليه بتوع سوسايتي دندشه سوكا، كل دول كانوا يعتبروا عندهم صفحاتهم وكانت كبيره وقتها، برضو كنت بترمي عليهم. بعد كده ايمان ودعاء دلوقتي كنت بترمي عليهم. حتى عمرو كان يعتبر من مشاهير الجروب اللي كان موجود فيه، الجروب بتاع الهاكر. فكل الناس دي انت بترمي عليهم مشاهير علشان لما يردوا عليكي ويبتدي يروقوا عليكي ويبتدي يفشخوكي انت تقولي ايه؟ ده بيشهروا بيا يا خالتي، وانت اصلا بتبقي عامله الاكونتات الفيك. ده بيعملوا، ده بيسووا. انت كل اللي بيتعمل لك الصفحات اللي عليها بلاويكي في تشهيرك بالاخرين، فضايحك وقذوراتك، وده ما اسموش تشهير اصلا، ده انت بتشتمينا، ده انت بتشهري بالبنات، ده انت الناس لازم تعرف حقيقتك. انت الناس لازم تعرف حقيقتك. اذا كان في الاعلام لما بني ادم بيبقى فاسد بيطلعوا ينزلوا حاجته، ما يقدرش يروح طالما هو فاسد والمجتمع كله اثبت ان هو فاسد وكل حاجه اثبتت ان الشخص ده قذر، فطبيعي ان عشان الناس تعرف كل حاجه عنك، امال الناس تفضل مخدوعه فيكي. تقوم انت بقى بعد كده ايه؟ تستني شويه وبعد كده تقومي مظهره اي موقع، مظهره اي بيدج، مظهره اي حاجه عليها حاجات زي كده، وتقولي ايه؟ ده بيشهروا بيا في المواقع، ده بيعملوا، ده مش عارفه ايه، ده انا هعمل لهم محاضر وقواضي، لمولي مني لمولي. يجوا البنات تقول لك طب نبلغ لك احنا، طب نعمل لك محاضر احنا، طب مش عارفه نجيب لك محاميين احنا. لا انا بركب الميكروباص وبلعب جمباز. تقول لهم لا انا بركب الميكروباص وبلعب جمباز، انا هروح انا وعندي المحامي بتاعي ويك 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 ويك. انتوا بس ادوني فلوس لما يصيروا يبقوا عايزين يجيبوا لك محامي، لا بس ادوني فلوس، ادوني فلوس. ما انتوا اغبياء مش عارفين ان انا بنصب عليكم اصلا، وانا حتى ما بتحركش من عشلتتي. باخد فلوس اروح بيها الغردقه اتغردق، باخد فلوس البس بيها اتشيك، بروح اقعد فلوس اركب بيها اكستنشن في رموشي، اروح اركب شعر، اروح اركب ضوافر. عايشه على السحت. انت خرتيت عايشه على السحت. انت متي قوي لما التوينز دخلوا عندك تاني وعرفوكي على حقيقتك الوسخه للمره التانيه، وطلعوا بقى بحقايق وبشتات، طلعوا بحقايق كتير وبشتات كتير فيها كل الحاجات اللي تدينك. وده اللي رعبك من التوينز، واللي رعبك امبارح اكتر كلمه حسبي الله ونعم الوكيل. وانت عارفه ان هي قد ايه اعدالك، وانت عارفه قد ايه حياتك زباله، انت عارفه ان قد ايه حياتك اصلا لوحدها خرابه، انت عارفه ان انت حياتك خرابه هربانه من بيتك. كلنا قاعدين في بيوتنا وفي حياتنا تطلع الذرات علينا بالكذب واحنا قاعدين في بيوتنا. انت الوحيده اللي هربانه دلوقتي، انت الوحيده دلوقتي اللي خايفه، انت الوحيده اللي وشك شوفي شبه وشك، شوفي اسود من الغل والحقد، شوفي شكلك عامل ازاي. انت الوحيده اللي حياتك متدمره. ليه؟ عشان انت قذره. انت بتاخدي كل الكلام ده عشان النصاب طول عمره بيكون ذكي وبيعرف يوقع ضحاياه، وانت بتوقعي ضحاياكي بفكره اصل هم بيشهروا بيا. بتلعبي على الجانب الانساني عند الناس، تلعبي على الجانب الانساني زي ما لعبتي عليهم على الجانب الانساني في حوار محمد رفعت، زي ما كنتي قبل محمد رفعت معموله شرشوكه الفيسبوك، ممسوحه الفيسبوك، كنتي مفشوخه حرفيا، ما كانش ليكي اكونت. وهيثم الجندي يشهد على الكلام ده، كان طالع ميتين اللي جابوكي بسبب تشهيرك برضو بالبنات وفضيحه واحده الساعه 1. الله يرحم، فضيحه واحده الساعه 1 اللي بعدها اتعملتي شرشوبه وممسحه، وكان كل اللي من هب ودب بيفشخ فيكي. بعدين عملتي الحوار بتاع محمد رفعت، فبرضو لعبتي على
الجانب النفسي والعاطفي عند الشعب المصري. لما لعبتي عليه لقيتي نفسك ايه؟ بديتي تلمي فلوس، وبديتي تعملي الحوارات بتاعتك دي، وبديتي بقى تمشي في سكة النصب والاحتيال على الاخرين، ان انت تعملي نفسك ان انت متشهر بيكي وصفحات سكس وما صفحاتش سكس، وفي الاخر انت اللي بتبقي عامله الكلام ده. ماشي؟ يلا. وفي كمان حاجه، لو انت فعلا مش انت اللي عامله الموضوع بتاع السكس ده، ما غيرتيش الرقم اللي محطوط ليه؟ الرقم ده اللي انت بتشتغلي بيه، ما قلتي ان انت هتشتغلي تاجره، وهو ده الرقم اللي انت حطاه لشغلك المفروض. انا واحده من الناس لما انتوا شهرتوا برقمي، انا واحده من الناس، انت لما شهرتوا بالرقم من الشغل بتاعي اصلا، انا كده ما بردش عليه دلوقتي. هو الرقم ده جوزي اللي بيرد عليه، اي وقت جوزي اللي بيرد عليه. انا مجرد بشوف الرسائل، والله لقيت رساله اي كلام بديله بلوك، ما بردش عليه وخلاص. معايا رقم شخصي تاني هو اللي بنزل بطلع بيه، والحمد لله. برغم كده اصلا انتوا لما شهرتوا بيه محدش مننا يجرؤ يعمل كده يكلمني، لان ببساطه جدا عارفين ان انا ممكن اروح ابلغ عنهم انتهاك خصوصيه ومعاكسات بقى وقصه. يعني نفس القصه اللي في مصر، اللي كلمني من مصر اي حد يكلمني يخش يتكلم معايا يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طب انت ما عملتيش فيهم بلاغ؟ طب مش عارفه ايه. اقول لهم لا، انا عامله في الصفحات دي بلاغات. فاللي بيبقى عايز ينضف يا خرتيته بيعرف ينضف نفسه. اما انت سايبه الرقم وحطاه وعادي جدا، وكل شويه تروحي تجيبي ده شهروا بيا، ده عملوا لي، ده حطوني على مواقع سكس. لا يا وليه، 2020 دي انت اللي عامله لنفسك. 2020 ما كانش حد شايفك ومحدش كان معبرك، فاهمه؟ 2020 دي انت اللي دخلتي البرنامج ده، والله اعلم كنت بتعملي فيه ايه برضه. وبعد كده طلعتي قلتي ايه؟ ده بيشهروا بيا على البرامج. وكل ما تلاقي نفسك الرقعه زاد فوق دماغك والضرب زاد فوق عليكي، تطلعي تجري بالحوار ده وحسبي الله ونعم الوكيل. انسي بقى، انسي. انت دلوقتي هتموتي ان الشتات عندك ولعه، وتلات ارباع الناس النظيفه خرجت، والناس اللي كانت بتدعمك ماديا خلاص فهمتك، وخلاص محدش عاد هيعبرك الفتره دي في النصبيه دي اللي موجوده دلوقتي دي. محدش حد هيعبرك ويديكي فلوس، اصل خلاص السبوبه اتهرشت. استني بقى سنه كمان ولا حاجه، لما يكون احنا نسيناكي شويه ونخش على ضحيه جديده وتجري بيها، بس هتكوني انت ايه؟ اتحبستي، مش هتلحقي خلاص. انت مش هتلحقي. اوعي تفتكري ان الحكومه مثلا مش هتعرف تجيبك. انت لما ينزل عليكي اكتر من حكم هيجيبوكي من تحت تقاطيع الارض. مهما كنتي هربانه هتتجابي، او هتفضلي كده مشرده. القضيه اللي عليكي دلوقتي دي لو فضلتي هربانه منها هتفضلي هربانه ما لا يقل عن 3 سنين. يكفي ان انت تفضلي مشرده، يكفي ان احنا نفضل عايشين في حياتنا ولينا دنيتنا ومستمتعين بحياتنا مع جوازتنا وفي حياتنا، وانت الوحيده اللي هربانه كده. ما استفدتيش حاجه بوسختك وقذرتك وبالتشهير بالناس. واوعي انت وكلابك، اوعي انت وكلابك تفكري ان ستك رانيا في يوم من الايام في كلمه ممكن تهزها، او ستك رانيا في يوم من الايام ما عندهاش دليل لكل كلمه بتقوله. ده انا الابروف يا وليه، ده انا الابروف اللي قلب عليكي كل الدنيا دي. انا الابروف اللي طلع وسختك للعالم كله. عارفه يا خرتيته، انا امبارح لما سمعت صوتك وانتي منهاره وبتصرخي، يعني اللهم لا شماته، بس انا فعلا شمتانه فيكي. عارفه افتكرت البنات اللي انتي اذيتيهم كلهم، افتكرت كام واحده كانت بالحاله دي، لان ببساطه جدا النفوس بتختلف واستقبال المواقف بيختلف. انا جايز اكون قويه لان انا حافظاكي كويس قوي، وحافظه تفاصيل اللي انتي بتعمليه، حافظه كل حاجه. انت قبل ما بتقفلي الجروب بتاعك، قبل ما تقرشفينها بقول لها هتعمل كذا كذا، توقعوا ان هي تعمل اليومين الجايين كذا كذا. قبل ما تنزلي من الادمن، قبل ما تفضي الشتات، كل ما بتظهر حاجه توقعوا تعمل 1 2 3 4. ليه؟ حفظتك بقى خلاص. عارفه يا خرتيته، يعني انا في عز المشاكل دي والله ما في يوم عينيا دمعت ولا صرخت زيك كده. عارفه ليه؟ لان انا واثقه في ربنا كويس قوي. حتى في حوار اهلي، اوعي تفتكري ان الحوار فرق معايا يوم بسببك. انا اللي فرق معايا في الفيلم ده كله حاجه واحده، ان امي نزلت من مستواها وكلمت واحده شمال زيك، برغم تحذيراتي ليها وقلت لها ما تكلميهاش، واوعي تكلمي واحده شمال زي دي، ده هتعمل معاكي 1 2 3 4. وبالفعل
انت عملتي الكلام ده كله. فاوعي تفتكري ان لما كلابك بيجوا يقعدوا يتكلموا وانتي مش عارفه امك ان بيفرق معايا الكلام ده. انا امي ذات نفسها عارفاني كويس قوي، عارفه ان انا لما بقول حاجه ما برجعش فيها، عارفه ان انا زي القطر اللي بدون سواق، عارفه ان انا ما بيفرقش معايا حاجات كتير جدا في المشاعر دي. وكانوا بيقولوا عليا ان انا قلبي ميت. ليه؟ عشان انا عشت في الدنيا وشفت ان البني ادم اللي قلبه مش ميت بيتداس عليه، وانا ما بحبش يتداس عليا. انا ما بحبش يتداس عليا. ففي عندي قواعد في حياتي اللي حواليا لو عدوها للاسف بقطع علاقتي بيهم، بريح دماغي. انت مش متخيله كم الدعاوي اللي اتدعت عليكي الشهرين اللي فاتوا دول، بجد انت مش متخيله كل حد من اصحابي اللي معاصرين الحوار ده يروح عمره بيدعي عليكي قد ايه. انت مش متخيله ان انت اول يوم رجب ادعى عليكي قد ايه. من واحده صاحبتي لقيتني بشتم اول يوم رجب، قالت لي كده يا رانيا كده انت يا حبيبتي مش بتصلي؟ قلت لها اه. قالت لي طب ليه يا حبيبتي تعملي كده؟ قلت لها ما هم ما ينفعش معاهم الا كده، ما ينفعش معاهم الا كده، قلت لها دول اشكال وسخه ما ينفعش معاهم الا كده. قالت لي ما تخليهاش تضيع لك ايامك الحلوه دي. قلت لها انا شهر رمضان كده لا ما يعرفوش يضيعوا لي شهر رمضان، لان انا شهر رمضان بكون مركزه كويس جدا ان انا اجمع اكبر قدر من الحسنات فيه، لان هو شهر في السنه. فلما بتبعتي كلابك يقعدوا يقولوا الام ومش الام والاب ومش الاب والكلام ده، انا ما بيفرقش معايا الكلام ده، لان انا ربنا عالم كويس قوي انا ما ظلمتهمش. ربنا عالم كويس جدا ان انا عمري ما قصرت في حقهم. ربنا عالم كويس جدا انا كنت بعمل ايه علشانهم. فعشان كده انا راضيه عن نفسي جدا في الحوار ده. ربنا عالم قد ايه ان انا ما كنتش بحب ازعلهم، واكبر دليل ان انا ما كنتش عايزاهم يدخلوا الحوار ده ابدا، واكبر دليل ان انا ما كنتش عايزاهم يعرفوا حاجه عن الحوار ده. حتى لما اختي كانت بتيجي تسال في الحوار ده كنت بقول لها مالكيش دعوه، انت ايه اللي بيخليكي تتابعي حاجه زي كده؟ وانت مالك؟ انا حره. كنت بحاول ان انا ابعدهم باي طريقه، لكن لما انت شهرتي باخويا يا زباله انت اجبرتيهم ان هم يخشوا، وانا ما عجبنيش دخولهم. وعشان كده انا ما اتضايقتش ولا لحظه من اللي انتوا بتعملوه. انا اتضايقت من موقف مامتي، ان ازاي تكلم واحده شمال زيك، ان ازاي امي بعد العمر ده كله ست حاجه بيت ربنا تكلم واحده زيك، حاجه بيت ربنا اكتر من مره. وامي ست مش غبيه، ده انا امي ست ذكيه وست شاطره جدا وست نظرتها في الناس لك خير. فازاي بعد العمر ده كله توقع نفسها وتكلم واحده زيك؟ وعشان كده برضو بعدت عنه عشان اطلعهم بره الحوار. فالحمد لله والشكر لله، ربنا ينتقم منك كمان وكمان، ولسه اللي جاي لك يا خرتيته اكبر واعمق. وصدقيني اللي جاي لك دمار، وانا بقول لك اهو من موقعي ده وقلتها لك قبل كده، اللي جاي لك دمار، واللي جاي لك في الطريق دمار اكتر منه. واظن انا كلمتي ما بتخيبش، قلت لك وهو حصل، واللي جاي لك كمان اكتر دمارا. يلا عليك من الله ما تستحقي. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين كمان وكمان. كان معكم رانيا سمير وسلامتي. ويا بنات اي حد بيظلمكم ادعوا عليه. طول ما انتوا بتعرفوا تقروا قرآن، طول ما انتوا بتعرفوا تصلوا، طول ما انتوا بتعرفوا تقولوا يا رب، ما تخافوش من عبد. انا مريت بمشكله هنا كانت من اكبر المشاكل اللي ممكن يمر بيها حد مغترب، وعشان ما بسيبش ده وعلى طول اقرا قرآن وعلى طول بصلي وعلى طول اول ما بيحصل لي حاجه بتوجه لربنا، ما بتوجهش للعبد. عمري ما توجهت للعبد، حتى اهلي نفسهم على فكره عمري ما قلت لهم كلمه ادعوا لي. انا بدخل وبعيط لربنا وادعي لربنا، وربنا دايما الحمد لله بيقف معايا. عارفين ساعتها ربنا وقف معايا، بعت لي ناس انا ما اعرفهمش ساعدوني ووقفوا معايا ويعتبروا خرجوني من الحوار زي الشعره من العجينه، بدون ما يبقى عليا قواضي ولا ابقى مسجله زيك يا خرتيته يا سوابق. يلا تشاو بالكاكاو.